ازاي ارضى بالمكتوب؟ بحاول في كل حاجة ومفيش حاجة ماشية، شغل، جواز، علاقات، الى الان، till now. وبعدين هي مش ماشية في تصور حضرتك، لانها ممكن تبقى ماشية والفتح يجي فجأة، ويكون سعيك في الجواز والشغل والعلاقات هو بناية لشخصيتك، والسعي ده انت اللي بترتقي فيه وبتنمو فيه وشخصيتك بتتغير وبتصلح انك تكون زوج او زوجة، حسب يعني السائل مش باين راجل ولا ست. فاثناء السعي انا بتغير، لان انا ممكن اكون مش جاهز للجواز ونفسي ان انا اتجوز، بس انا فيا صفات مش كويسه، فافضل اسعى وتحصل لي مواضيع ونعم ومشاكل وشغل، وناس تيجي حياتي تعلمني حاجه، وناس تيجي حياتي تزعجني فتعلم ازاي ادافع عن نفسي، فيحصل لي نمو لغاية ما تيجي العروسة أو يجي العريس للبنت بعد ما هي تأهلت إنها تنفع تبقى زوجة صالحة، تعرف تصون راجل، أو زوج صالح يصون امرأة. فرحلة اللي أنت بتعمله ده اللي بيكون شخصيتك. فإلى الآن لم يتحقق ما تريد كما تريد، لكن في حاجات كتير بتتحقق. أو فاصبر وما صبرك إلا بالله. استعين بالله كده واللي جاي حلو، ما دام أنت بتحاول. يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. خافش، ربنا هيوفيك جزاء. ممكن تفسير الآية الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. طيب الآية رقم 26 في سورة النور. الآية دي تفسر بما قبلها يا جماعة. ليه؟ لأن الآية دي رب العالمين بيقول في القرآن: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبعدين: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور نزلت في اللي افتراه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين على السيدة عائشة في حادثة الإفك، وطبعا فيها مواضيع تانية بس بدأت بالموضوع ده. وبالتالي المقصود بالطيبات والطيبين والخبيثات والخبيثين الكلام والأشخاص. يعني طبعا هنا احنا بنفتح مع بعض زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي، اللي بينقل أقوال الصحابة في التفسير والتابعين والأجيال اللي لغاية القرن السادس اللي عاش فيه سيدنا ابن الجوزي. قال فيها 4 أقوال: الخبيثات للخبيثين الطيبون للطيبات. ده إيه ده؟ في 4 أقوال. أحدهما: الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء، والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء. يبقى الخبيثات للخبيثين، كلمات الخبيثة طالعة من الناس الخبيثة، والخبيثون للخبيثات سواء يعني مذكر ومؤنث يعني، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الستات الطيبات والكلمات الطيبة، والرجال الطيبين والكلمات الطيبة، مؤنث ومذكر مؤنث ومذكر، عشان كده جت 4. فطيب، والتفسير الثاني: الكلمات الخبيثات إنما تلتصق بالخبيثين من الرجال والنساء. اوعى تصدق على حد شريف كلمة خبيثة، اوعى. الطيبات للطيبين، الكلمات الحلوة، ده شبه سمعته ده. طب والخبيثة شبه أفعاله وتصرفاته. فلا تصدق إشاعة طلعت على حد شريف. ما هو الموضوع بيتكلم عن إشاعة طلعها ابن أبي بن سلول على أم المؤمنين الصديقة عائشة. فالتفسير الثاني: الكلمات الخبيثات لا تلتصق إلا بالخبيثين من الرجال والنساء، أما الطيبات والطيبون فلا يصح إلا أن يقال عليهم الطيبات. يبقى تفسير الآية دي: الكلمات الطيبة تطلع من الناس الطيبين، والكلمات الخبيثة تطلع من الناس الخبيثة، أو الكلمات الطيبة تليق بالناس الطيبة، الكلمات الخبيثة تليق بالناس الخبيثة. التفسير الثالث: الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال. يبقى الأعمال رجالة ولا ستات، طيبات طيبين، خبيثات خبيثين. طب التفسير الرابع اللي أنا وإنت بنخاف منه، وهي الخبيثات من النساء
للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين من الرجال. ده مش تقرير بقدر، ده رصد للواقع. يعني ايه؟ يعني القرآن بيقول الناس الخبيثة بتدور على الناس الخبيثة، والناس الطيبة بتدور على الناس الطيبة. مش معناها ان الست الخبيثة هيجي لها عريس خبيث، فلما ست طيبة يجي لها عريس خبيث ويبهدلها تقول يبقى انا استاهل. لا 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 لا. هناك فارق ما بين تقرير القدر وما بين رصد الواقع. اقول لك على مثال: تنكح المرأة لأربع، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده تقرير؟ لا، ده مش تقرير لقدر، ده رصد الواقع. انتوا عارفين النبي بيعلموا، انتوا عارفين يا جماعة الناس بتتجوز ليه؟ تنكح المرأة لأربع: لمالها، جمالها، حسبها، نسبها، ودينها. ده اللي انا شفته في المجتمع. فاظفر، اختار ده بذات الدين تربت، يبقى خليك من الناس اللي بتبص على الدين الاول. فكأنه رصد الواقع وقال لنا النصيحة. فربنا هنا القرآن الآية بترصد واقع. شفنا ايه؟ شفنا الخبيثين بيدوروا على الخبيثات، شفنا الطيبين بيدوروا على الطيبين. حتى انت تقول لي دول شبه بعض، الطيور على اشكالها تقع، بيدوروا على بعض، ودول ما شاء الله لايقين على بعض قوي لما تقول كلام حلو. فمش معناها ان انت لو جيت رزقت بست وحشه ولا انت رزقت براجل وحش ان انت وحشه، لا، مش معناها كده. هذا رصد لواقع وليس تقرير لقدر بيحصل من الله سبحانه وتعالى. ازاي اتقبل فكره ان احنا بنكبر وهنعجز؟ ازاي نقبل بفكره اننا مش كاملين بسبب السوشيال ميديا؟ انا خايفه اعجز. السوشيال ميديا طبعا عملت ضغط على الشكل والعجز، وده عملت حاجة تانية كمان. عملت آه، آه، تشبع بالمعلومات الجهل فيها نعمة. يعني كل الأزمات وكل المشاكل وكل الحروب وكل الناس اللي ماتت وكل الناس اللي عيت وكل دي، أنا الإنسان طاقته الذهنية ما تستحملش كل المعلومات دي، بس بقينا نعرف كل حاجة. والجهل ساعات بيبقى نعمة في مستوى معين، مش لازم أعرف كل حاجة. علشان كده بتحط الضغط على حاجات كتير، على رأسها الخوف على الشكل، ان انا